السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد، وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طاجين تاع الدجاج بالبصلة بالبطاطا المشحرة. مشرملة. كتجي رائعة، كنتمنى تجربوه، ولا جربتو غادي ينال الاعجاب تاعكم. كيف ما تلاحظوا معايا المريقة تتجي خاطرة ومببية، وزيناها ببطاطا مشحرة او مشرملة اللي تجي اكثر من رائعة. وبلا ما نطول عليكم، تفضلوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. ندوزو لاستعراض المقادير. هنا بحثنا الدجاج والكمية تتبقى على حساب الرغبة. بالنسبة لنا عندي هادو تاع الجوانح جنيوعات، يمكن لك ديري سطر ولا ديري طاخن اللي متوفر عندك. عندي بصلة كبيرة شلطها رقيق، عندي زيت زيتون وزيت نباتية، قزبور ومعدنوس، ربع حامضة مصيرة، جوج فصوص تاع الثوم ونصف دامة تاع الزعفران. وبالنسبة للتوابل عندي البزار، الملحة، خرقوم، كركم وسكينجبير. وهنا عندي مرزية تاع الدجاج، ولا ما عندوش يمكن يعوضها بسيبيسة ونويرة. وهنا عندي بطاطا اللي قسمتها مكعبات يكونوا شويه كبار. اللي عنده من الافضل ديري ديك البطاطا الصغيره، انا ما متوفراش عندي حاليا. شديت بطاطا وقطعتها هكا مكعبات يكونوا كبار، نوضعها في طنجره صغيره. وغادي نضيف ليها شويه تاع الملح، وغادي نديرها تسلق. من بعد ما تسلق ان شاء الله ندوز معكم لتتمه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي طاجين. انا كنفضل نطيب في الطاجين، ولا ما بغاش يطيب في الطاجين كله يطيبها في عادي بما كاسرونه ولا في كوكوط. ومن الاحسن طيبي في الطاجين ديال تاع الطاجين تيجي لذيذ. غنضيف خليط ما بين زيت نباتي وزيت الزيتون، وغادي نوضع الطاجين يتشحر، نوضع البصله تشحر. ومن بعد ما تقلات البصله غندوزو لتتمه التحضير. هنا عندي ربع تاع حامض مصير اللي قطعته رقيق، خليت غلوب تاعو. هنا عندي ثومه كيف الربيع، كنت خرطوم تاع الدوينه، الدامة الزعتران، غندير البزار، كركم، خرقوم، سكينجبير، وهنا عندي القامة تاع الدجاج، يمكن تعويضها بسبيسة ونويرة. هنا غادي نضيف الملحة، مكترش الملحة لان الحامض مالح، والدجاج تنغسلو بالحامض والملحة. وغادي نضيف الدجاج وغادي نخلط الكل جيدا. من بعد ما حركت الطاجين تاعي كامل حتى انسجمات جميع العناصر، البصله مع العطريه مع الدجاج، غادي نقص عليه البوطه، تكون النار متوسطه، نخليه حتى يتشحر مزيان. ومن بعد غادي نروي بالماء، ما نحتاجوش نضيفوا الماء كثير، غير شويه الماء الجهه اللي يطيب لنا فيه الدجاج. غادي نسد عليه حتى يتقلى مزيان، ومن بعد نرجع لها. وكيف ما تشوفوا معايا بعد ما تقلى الطاجين تقلى الدجاج جيدا، غندوز باش نضيف الماء اللي يكون اما سخون ولا دافي. المهم
ما يكونش بارد. وغادي نزيد على الطاجين يطيب، ومن بعد ما يطيب نرجع معكم تتمة التحضير. بسم الله على بركة الله. ندوزو باش نحضروا البطاطس. انا عندي البطاطا اللي سلقتها مع الملحه. غادي نضيف ليها الزيت باش نشحرها او نقليها. هنا عندي الربيع، قزبر ومعدنوس مقطع رقيق. هنا عندي فص تاع الثوم، غادي نحكوه في الحكاكه الرقيقه. ومن بعد ما حكيت الثومه غادي نضيف شويه تاع الزعتر، غنحكو بيديا. ندير الكمون، نضيف تحميره فلفل احمر، نضيف شويه تاع الهريسه اللي تتبقى اختياريه، وغادي نضيف الموطار، معلقه كبيره تاع الموطار، وغادي نوضع فوق البوطه وغادي نشحرو ومن بعد نرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي تاع الطاجين اللي حضرناه اليوم. بعد ما طاب الطاجين وقليت البطاطا وشحرتها مع العطريه اللي درت ليها، وكيف ما قلت هذا هو الشكل النهائي تاع الطاجين تاعنا. كنتمنى تجربوه وغادي ينال الاعجاب تاعكم. نبقى نقول لكم الى فيديو جديد. وصفات جدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.